ألف مبروك، أنت حامل يا كبير. إيه اللي بيحصل جوه الراجل لما يعرف إنه هيبقى أب؟ الناس كلها بتبص للأم وتسألها عن الحمل، الولادة، إيه اللي بيتغير في جسمها؟ يا ترى هتغير اللبس بتاعها ولا لأ؟ هتتخن؟ هترفع؟ إيه اللي هيحصل في الشغل؟ هترضع إزاي؟ لكن محدش بيسأل الأب إيه اللي بيتغير فيه من اللحظة الأولى. النهاردة هاخدكم معايا في رحلة يمكن محدش بيحكي عنها، الأبوة اللي بتبدأ من وقت الحمل. صدمة الخبر الأول، ألف مبروك بقيت أب. أول ما الراجل بيسمع الجملة دي بيبقى فيه فرحة بالحلم اللي هيتحقق. ياه، ده أنا بقيت كبير وبقيت أب. بيبقى عنده كمان تخوفات من المسؤولية اللي هتلقى على أكتافه بسبب هذا الخبر. الحاجة التالتة بيكون فيه ارتباك حياتي، أنا أدواري بتتغير، راجل وزوج وأب، يا ترى هعرف أعمل كل ده ولا لأ؟ وكله بيتضرب في الخلاط مع بعضه. أنا بقيت مسؤول عن حياة كائن آخر وإنسان آخر. ده مش بس خبر، ده تحول وجودي وجذري في نوعية المسؤوليات اللي بتقع على كاهل الأب، وده تحول مستمر مش مؤقت. في دراسة اتعملت سنة 1993 قالت إن معظم الآباء بيمروا في اليوم ده بمرحلة تسمى الامبيفالنس أو ازدواجية المشاعر ما بين السعادة والرهبة. فمثلا في أب بيقول كنت طاير من الفرحة، لكن في نفس الليلة ما عرفتش أنام من الرعب، أنا خلاص كبرت خلاص كده. ويمكن أنت دلوقتي نفسك بتفكر عن أول إحساس جالك أول ما شفت الخبر أو بتتخيله. أنا عن نفسي عمري ما هنسى اليوم ده. رحت أجيب تحليل الحمل وبصيت فيه وأنا طبيب وما كنتش فاهم الأرقام، يعني حتى كلمة بوزيتيف دي بالنسبة لي، كلمت حد من أصحابي عشان يقرأ لي التحليل ويقول لي يعني هي كده فعلا حامل، وكنت بقراه لمراتي وبقول لها مبروك انت حامل، وانا مش متاكد هي فعلا كده حامل. فضلت شويه بفكر ليه؟ طب انا استاهل؟ طب انا هقدر؟ طب هو انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ وانا فاكر حتى وانا بقول لمراتي عن الحمل وبحاول اطمنها كنت قلقان جدا، وساعتها قالت لي هو انت متاكد من النتيجه؟ ولاول مره اعترف لا انا مش متاكد، انا كلمت من حد من اصحابي هو اللي قال لي. نوع الجنين ممكن يفرق، بمعنى ان ضغط المجتمع واحد من الحاجات اللي ممكن تعمل لخبطه. في مجتمعات كتير خصوصا المجتمعات العربيه والقبليه ليها تفضيل للذكور اكتر من الاناث، وفي نظريه الهويه الاجتماعيه اللي بتقول ان المجتمع بيربط قيمه الشخص بانتمائه الجماعه، يعني ذكر، انثى، مسلم، مسيحي، مصري، سعودي، وهكذا. يعني عاده ما تحدد قيمه الشخص او مكانته من خلال الجماعه اللي بينتمي اليها. فلو أنا راجل في بعض الثقافات ده هيديني مكانة أعلى من الإناث، وكمان هيديني مسؤوليات أكبر، وبالتالي الفرد بياخد قيمته من نوعه. طيب الأب ساعات بيتحمل ضغط إنه لازم المولود يكون ولد لأنه أنا المسؤول عن الواي كروموسوم. التغيرات الهرمونية والبيولوجية اللي بتحصل للأب، هل الأب بيحصل له تغيرات هرمونية وبيولوجية أثناء الحمل؟ الإجابة آه. في دراسات اتعملت في كندا وفي السويد وأمريكا بتؤكد إنه الهرمون بتاع التستيرون بيقل، فالراجل بيكون أقل اندفاعية وأكثر تعاطف. كمان البرولاكتين والأوكسيتوسين بيزيدوا، ودي هرمونات المرتبطة بالرعاية والارتباط. وفي نادرا بعض الآباء بيحسوا بعض أعراض الحمل زي الغثيان وزيادة الوزن واضطراب النوم، ولكن دول قلة. طيب ما هو التفسير لهذه الأعراض؟ إنه الأب بيكون عنده تعاطف زيادة مع الأم مع الضغط النفسي، وبالتالي الجهاز العصبي بيقوم باستجابات بيولوجية حقيقية بتغير فيه. يعني مش الأم بس اللي جسمها بيتغير، الأب كمان جسمه بيتغير وبيتحول من جوه. إيه التحديات اللي ممكن تقابل الأب وقت الحمل؟ أول تحدي طبعا المصاريف، مصاريف الدكتور ومصاريف الولادة والسبوع والتجهيزات واللبس. تاني حاجة التقلبات المزاجية للأم اللي احتمال يكون مش متحملها قبل الحمل. طيب الحاجة التالتة الظروف الاجتماعية، ضغط الأهل وتدخلات في التربية، يتربى ازاي، تلبس ايه، تفطمه امتى، المفروض الرضاعة الطبيعية ولا ياخد بوتل. هذه التدخلات واحدة من العوامل اللي بتضغط الأب وبتضغط الأم وبتضغط الأسرة. أخيراً الضغوط الشخصية، أنت جاي منين؟ تاريخك إيه؟ خوفك من فقدان حريتك،
خوفك من انه الاعباء الماديه تزيد عليك. كل هذه الاشياء فعلا بتؤثر على دور الاب. اظن ناس كتير جربت الشعور ده، ان فجاه لستة الاولويات بتاعتها تتغير، المصاريف، الوقت، الترتيبات، لمجرد انه جالك بيبي، ففجاه تلاقي نفسك حاطط نفسك في اخر لستة الاولويات وعن طيب خاطر. واحدة كمان من الحاجات اللي بتحصل أو من التغيرات اللي بتحصل للأب وقت الحمل العلاقة مع الأم. الأم بتمر بتغير هرموني وبتغير نفسي، وبالتالي الأب محتاج يكون متواجد أكتر. يا حبذا لو يحضر معاها زيارات الطبيب، لو يروح معاها المعمل تعمل التحاليل، يكون داعم نفسيا، يسمع ويطبطب ويستوعب. ودي مهارة محتاجة تزيد في التوقيت ده. كمان المشاركة العملية، البيت، الأكل، تجهيزات البيبي، ننزل نشتري الحاجات مع بعض، كل ده بيقوي ارتباط الأب بالأم وارتباط الطفل بالأب من قبل ما يتولد. يعني علاقتك بزوجتك هي أول درس في علاقتك بابنك، بيبدأ من وقت الحمل. واحدة من الحاجات كمان اللي بتحصل التغير في صورة الذات. يعني قبل الحمل أنا فرد مستقل، بعد الحمل أنا أب، أنا قدوة، أنا راعي. الأب بيتعلم دور جديد وبيعيش صراعات ما بين أنا القديم وأنا الجديد، فالقلق بيكون مضاعف. والقلق ده مش بيكون ضعف قد ما بيكون فرصة للتطور النفسي لو الأب كان عنده شجاعة التغيير. من ضمن التغيرات كمان اللي بتحصل البعد الروحي والوجودي. يعني الأبوة هي بداية حياة جديدة، معنى جديد للحياة. الطفل بيخلي الأب يعيد ترتيبه لنفسه وترتيبه لأولوياته واحتمال ترتيبه لعلاقته بربنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول صورة بتتكون عن مصدر السلطة في حياة الأطفال بتتكون من الأب، وبالتالي لو عرفت أحول أو عرفت أعمل علاقة جيدة مع ابني، علاقته بربنا بتبقى جيدة. لو علاقته بيا مهزوزة أو مضطربة، احتمال يحصل اضطراب في علاقة الطفل مع ربنا. فشوف دورك مهم قد إيه. أخيرا، الأب مش بيتغير أول يوم يشيل البيبي على إيده. التغير الحقيقي بيبدأ من لحظة الحمل، إن كان في الهرمونات، في الأدوار، في المشاعر، في طريقة نظرة الأب لنفسه. الأبوة رحلة داخلية قبل ما تكون خارجية، بتبدأ من اللحظة اللي بتسمع فيها مبروك هتبقى أب. سؤال الحلقة: لو أنت أب، فاكر أول إحساس جالك وقت ما عرفت إنه في حمل؟ ولو لسه مستني إنك تبقى أب، نفسك تكون إيه أول صورة لابنك يشوفها فيك؟ سجل وبعت لنا. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وسبسكرايب.